الشعب السوداني العظيم الصامد المناضل البطل على امتداد أرض المليون ميل مربع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنا مسموع، يا ريت الناس تعمل أكبر كمية من الشير. إذا أنا مسموع يا ريت الناس تعمل شير، وأنا حاسس إن أنا ما مسموع ليه ما عارف. هل أنا مسموع يا جماعة؟ ولا في مشكلة؟ طيب لو أنا مسموع يا إخواننا الناس تعمل أكبر كمية من الشير. الشعب السوداني مسموع. تمام 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 يا قمر الأنبياء، شكرا جزيلا. طيب. انا والله حقيقه يا اخواننا عايز اقول كلام سريع كده تعليقا على بيت البيك الفاتحه. طارق كتاب قال عشان قالوه، قال كاتب له كلام كده فيه نوع من الاستعطاف للناس وعايزين ياكلوا بعقلنا حلاوه، متخيلين انه نحن يعني حينطلع علينا الكلام الفارغ ده. هو اول حاجه طارق كتاب ده ما كان شالوه اصلا الحركه اللي فاتت لما كان شالوا ناس الحوري وكده. الناس كلها متخيله انه طارق كتاب ده اتشال، فالناس بتعتبر انه احنا كلامنا كان على انه لما يكون عميد اللي هو نزل برتبه لواء في المعاش ده كانه قاعد في الخدمه. على الاساس ده كنا بنتكلم، لكن ما كنا قايلين انه قاعد فعليا جوا الخدمه. يعني دي ذاتها واحده من الادوات بتاعت الخداع. يعني نفس ابراهيم الحوري ذاته بكون معناه ما شاله كويس، حسن بلال ذاته معناه ما بكون شاله في الحمله الفات في الحركه الفاتت. دي واحده من ادوات الخداع اللي قاعد تستخدمها الحركه الاسلاميه اللي قاعده تتلاعب بالجيش كويس، والعامل فيها قاعد يتلاعب بينا احنا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه شفتوا خطاب المظلوميه الاسي حاليا قبالي قالوا انا والله صراحه كنت نايم لي ساعتين كده بعد العشاء، كنت تعبان يعني ما نايم كويس الصباح. فما نايم كويس امبارح بالليل قصدي. فصحيت لقيت الاسافير ملانه يعني بخطاب المظلوميه خطاب البكائيات. يعني طارق كتاب كاتب كلام قال الحمد لله الذي يسر لنا تقرب اليه بانه لما يجي يصلي بيكون فاتح اللايف وبعاين للكاميرا. ده اكثر انسان زنديق خلق ربنا في الدنيا. زول بيصلي وهو بعاين للكاميرا. زول كذاب طلع قال للناس انه هو دخل الجيش سنه 96 وحلف قال ما دخل المؤتمر الوطني سنه 96. قبل انا كتبت قلت الكيزان ديل ما كان بيخلوا زول يخش السينما، خليك من الجيش لو انت ما كوز، ما بخلوك تبيع مويه برد كللا 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 لو انت ما كوز. ما بخلوك، خليك من انه يبقوك طبيب الرئيس الخاص. يا اخي عليك الله يا اخي احترم عقولنا وبطل الكذب وبطل التدليس بتاع الحركه الاسلاميه. انت عنصر حركه اسلاميه الغاشي والماشي يعلم الكلام ده. واسي حاليا ده محاوله بتاعت استدرار العاطفه بتاعت الناس منك وبالتنسيق مع الجيش وبالتنسيق مع قياده الجيش المجرمه اللي هي بتعتبر جزء من الحركه الاسلاميه والتنسيق من الحركه الاسلاميه. انتوا بتستدروا عاطفه السودان وبتغشونا نظام خلاص كده الموضوع يموت. ومالين الدنيا يا قبالك ابصلعه تبيان توفيق اللي هو اصلا هو اللي هو محمد تبيد. طبعا تبيان توفيق ده زمان الموضوع ده بالنسبه لنا معروف، يعني راجل لواء في الامن بيكتب باسم بيت اسم زول صلعته قدر دي كاتب نفس تبيان توفيق، كاتب له مقال طويل وعريض وناشره طارق كتاب ذاته. قال حزينين، قال انه بقايا اللجنه الامنيه شفتوا استخباء السودانيين ضابط جهاز الامن بتاع البشير بتاع الامن الشعبي بيقول يا اخي اللجنه الامنيه بتاعت البشير بيستعيروا خطاب الثوره. زي ما زمان كانوا بيستعيروا الصفقه مننا وبيستعيروا نفس اللغه بتاعت الثوره لما كانوا شغالين في الثوره المضاده، وبعد ما عملوا الانقلاب بتاع 25 اكتوبر كانوا بيستعيروا برضه خطاب الثوره. المهم ما علينا. محمد تبيدي كاتب شنو؟ قال بقى اللجنه الامنيه استجابت، قال لناس بوشي وخالد سلك واقالت المناضل الشيخ العارف بالله كتاب. يا زول هل ده قال لك ده مطالبنا منه يشيلوه في المعاش؟ بس ده ما مطلبنا يا زول، احنا قايلين انه اصلا في المعاش، وكونه اصلا كان في الخدمه وقال الكلام ده دي كارثه الكوارث. انا ما كنت قايل كده،
انا كنت قايل له لواء معاش على اساس انه هو ده ضابط عظيم في الجيش، ما مفروض يقول كلام زي ده، لكن كونه كان في الخدمه ويا دوب اتشال، دي كارثه الكوارث. زول بيقول كلام زي ده وهو لابس كاك الجيش لسه ولواء في الخدمه، يقول كلام زي ده ويجي تجي قياده الجيش تقيله بكل بساطه. يا سلام يا سلام، انتوا كده خلاص قايلين نفسكم يعني هتقوم تخمونا، ولما هو يكتب كلامه ده خلاص كده الناس تتكيف منه والكيزان مالين الهناية. والله احسنت ايها المناضل البطل. قال الحمد لله الذي يسر لنا التقرب اليه في خدمه هذا البلد الطيب. يا سلام، خدمه يا بلد ده خدمه الكيزان قصدك، وخدمه الحركه الاسلاميه المجرمه. هذا البلد الطيب وشعبه الكريم في سلك الجنديه، والذي كان وسيظل شرف لنا في الدنيا والآخرة. يا سلام، لازم تدخل الدين طبعا واستغلاله. فالقوات المسلحة السودانية كانت وستظل أشرف مؤسسة في البلاد. انتوا فعلا أشرف مؤسسة، لكن انتوا اختطفتوها ولطختوها كويس بسمعتكم السيئة أو بإرهابكم يا مجرمين الحركة الإسلامية. وستظل شرف لنا في الدنيا والآخرة. فالقوات المسلحة السودانية كانت وستظل أشرف مؤسسة في البلاد، ونتمنى لها ولقيادتها دوام التقدم والسؤدد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن إذ نترجل اليوم يا سلام عن الخدمة، نسأل الله أن يتقبل منا كل ما قدمناه أثناء خدمتنا في ميزان حسناتنا. حسناتك شنو انت اللي قدمته أثناء خدمتك؟ إنك خدمت عمر البشير المجرم اللي كان بيقتل الناس، انت اللي عملته أثناء خدمتك إنك طلعت وقلت البشير ماله، انك طلعت وطبلت للحركه الاسلاميه، انك ظليت تنفخ في كير هذه الحرب بطريقه عنصريه. انت طلعت وقلت الناس تبيع ذهبها وتمشي تشتري سلاح مهرب من البطانه. في ضابط في الجيش محترم بيحترم خدمته بيقول كلام زي ده. انت الجيش كويس بدل ما تقول المواطنين الشرفاء الابرياء يبتعدوا من مناطق الموت وتطلع الجيش اللي هو احنا قاعدين نصرف عليه عشان يمشي يقاتل هو نيابه عن الناس، قعدت تقول للناس امشوا تجندوا وقعدت تشتم ناس الجزيره وقعدت تشتم اي زول ما بشيل سلاح. قلت الناس تلبس طرحه لو يا اما تشيل سلاح تدافع. قال عن سلطتك وعن سلطه الحركه الاسلاميه يا مجرم. انت ربنا هيحاسبك بنيتك، لانك اصلا التدين بالنسبه لك مظهري، تدين بالنسبه لك عشان الناس يشوفوك. في انسان في تاريخ الدنيا فتح لايف وهو بيصلي وقاعد يعاين للكاميرا؟ يا اخي زمان الصحابه ديل لما الواحد دار يقطعوا له رجله او دار يعملوا له عمليه كان بيقول خلوني واقف في الصلاه عشان يكون خاشع ومرتبط بالله سبحانه وتعالى، ما يكون حاسب بالناس اللي حوله. وفي قصص في الاثر زي دي كثيره. يا منافق ايها الزنديق، تتكلم انت عن الدين وتتكلم عن الاخره وتتكلم انتوا في ذول في حركه اسلاميه بخاف الله ولا عنده علاقه بالدين؟ انتوا الدين بالنسبه لكم مطيه. عشان كده احنا قاعد نقول الدين الاسلامي العظيم منكم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. آخر جملة كاتبة قال نسأل الله أن يتقبل منا كل ما قدمناه أثناء خدمتنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، ويوم نلقاه وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل. زول زنديق كويس، لكن دي كلمة حق أريد بها باطل. طبعا ده تكتيك عشان يضربوا عصفورين بحجر واحد كويس، يشيلوه من الخدمة نظام خلاص والله يا أخي يسكتوا الدول الخليج من القصة دي، ونظام هو يكتب الكلام ده عشان يفضل يستدر عاطفة الناس، والناس يقعد يملوا الأسافير الكيزان بتاعنا منه. يا سلام يا أخي ده زول كويس، يا سلام كتب كلام يا حنينا عليه ويا أخي، وخطاب الصعبانيات ده ويعملوا فيها نظام خلاص، يطلعوا إشاعة نظام إنه الشال بسببنا إحنا. يا زول هي إحنا ما قلنا لحكومة بورسودان تشيله، إحنا قلنا لحكومة بورسودان تحاسبه وتحاسب عناصر الحركة الإسلامية كلها. احنا ذاتنا ضد فكره انه يحاسبوا كتاب بس، لانه كتاب الكلام اللي قالوا ده ما كلام، والحق يقال. الكلام اللي قالوا الخطاب السايق وكتاب ده ما خطابه عشان تضحوا بزول واحد بس. الحركات بتاعت علي كرتي والتفاهات بتاعت علي كرتي دي تبطلوها. ما تعملوا فيها نظام انه دايرين تحاسبوا كتاب بس. ده اذا افترضنا انكم تجردوا من الخدمه وتشيلوا في المعاش دي عقوبه. دي ما عقوبه. العقوبه لما الزول يكون ضابط في الجيش ويطلع يتكلم يورط السودان ويتكلم باسم الجيش السوداني وباسم السودان كلام خطير زي اللي قالوا الزول ده. العقوبه انه الزول ده يخش يمشي يتعلق في الدر وعديل. دي ما خيانه عظمى، دي خيانه عظمى وهو زول ضابط في الجيش. ده قانون الجيش قاعد امشي اقروه. ده اذا افترضنا انه المفروض تحاسبوه براهو. احنا عندنا راي انه المفروض ما يتحاسب براهو ذاته. الحساب المفروض يكون للحركه الاسلاميه كلها، لانه ده ما كلام الزول ده زول مسكين ساي، ده ما كلامه هو عشان تجوا تضحوا به. حتى لو كنتوا مشيتوا وديتوا الدروه
احنا كنا حنقولها هي دي عقوبه مناسبه، لكن ما مفروض يتحاسب براهو، ما يتحاسب براهو، التنظيم كله مفروض يتحاسب. الكلام ده يا اخوانا اعملوا له شير، خلوا العالم ده كله يسمع عشان اهلنا في دول الخليج كويس ودول المنطقه ما تفضل تلعب عليهم الحركه الاسلاميه، مع انه انا عارف انه الكلام ده ما بينطلع عليهم، ما محتاجين انه احنا نقول لهم الكلام ده، ولا محتاجين اننا نقول لدول المنطقه الكلام ده، ولا محتاجين اننا نقول للشعب السوداني الكلام ده. الحركه الاسلاميه بتفترض انها هي اذكى كائن في العالم، انها قادره تغش العالم كله، لكن هي ما بتغش غير نفسها، هي عامله زي الزول العريان وماشي في ميدان وقايل نفسه لابس ومستور والناس شايفاه، زي الزول اللابس بقدامه بورا عريان وما عارف انه هو مكشوف بورا. دي الحركه الاسلاميه. انت مفضوحه، انتوا تنظيم ارهابي يا علي كرتي، انتوا تنظيم ارهابي يا علي كرتي، وانتوا مفضوحين، ونحن عارفين انكم ارهابيين، والعالم كله عارفكم والعالم كله عارفكم وفاضحكم وعارف مؤامرتكم وسيطرتكم على البرهان اللي ما بيمتلك الاراده. يا البرهان انت مفضوح، وقياده الجيش دي مفضوحه، انتم مفضوحين ومعروفين انكم عباره عن حركه اسلاميه ارهابيه، وانكم بتتلاعبوا وعاملين فيها بتتلاعبوا على دول المنطقه، ودول المنطقه بتطلع عليكم لسانه بوراكم، عارفين انكم كذابين وعارفين انكم منافقين. انتم بتلعبوا بانه الجريمه في السودان الان كويس، الجريمه في السودان بتاعت التآمر مع الحرس الثوري الايراني الارهابي، والتآمر مع ايران والوقوف ضد دول الخليج والتآمر عليها، ده ما بيقوده طارق كتاب بس ولا بيعبر عن الناجي عبد الله اللي انتوا هسه حاليا داسينه وعاملين فيها معتقلينه بس، ولا بعبر عن المصباح اللي برضه ده رايه، ولا بعبر عن جبريل ابراهيم اللي قال عينك وما في زول فيكم قدر يساله. ده بعبر عن تنظيم الحركه الاسلاميه كله، ولا بعبروا عنه الضباط صغار الضباط والعساكر طلعوا قالوا الكلام ده في 100 حته، واخرهم امبارح الدقن اللي اتكلم ده كويس. في ناس قالوا الدقن دي شكلها مركبه، اوكي ما في مشكله، ممكن يكون الدقن دي مركبه وممكن يكون اي حاجه لكن في النهايه ده خطاب الحركه الاسلاميه، عشان ما في زول يقعد يلعب ويحاول يتلاعب بانه والله الفيديو بتاع امبارح ده والزول المركب دقن، نو ده خطاب الحركه الاسلاميه، والاف من كوادر الحركه الاسلاميه، وده توجه الحركه الاسلاميه، وكلنا عارفين انه ده التوجه الارهابي بتاع الحركه الاسلاميه، لانه اي زول عارف في خلال ال 30 او 35 سنه اللي فاتت دي، وقت ما كانت ايران بتزرع الازرع بتاعتها في المنطقه في المنطقه وبتدعمها بالسلاح عشان تستولى بها على المنطقه وتزرع بها الارهاب، الحركه الاسلاميه وكتائبها كانت واحده من الازرع دي اللي قاعد تاخذ سلاح من ايران واسي حاليا المسيرات اللي بتستخدمها الكتائب الارهابيه بتاعت الجيش اللي قاعد تستورد مسيراتها براها ما عبر الجيش كتائب البراء والبرق الخاطف وما اعرف الفتح المبين والكلام الفارغ الارهابي بتاع الحركه الاسلاميه دي كلها سلاح من ايران. اي زول عارف الكلام ده، واي زول عارف انه نظام الحركه الاسلاميه والجبهه الاسلاميه علاقتها كيف مع ايران، وكل السودان ده عارف انه زمان لما العراق كويس اجتاحت الكويت، الموقف اللي اخذته حكومه الجبهه الاسلاميه المجرمه كان شنو؟ كويس؟ الموقف اللي كان حتى جزء من قياده البعثيين ذاته، من القياده القوميه في حزب البحث كانت عندها راي في القصه دي، وحزب البحث ذاته قدم نقد ذاتي لنفسه ولتجربته في دخله العراق. اي زول كويس حتى في البعثيين كبار البعثيين قالوا انه دخله صدام حسين والجيش العراقي للكويت دي كانت جريمه وكان غلط، وكلنا قاعدين نقول الكلام ده. انا بحث سابق وبقول الكلام ده بجرأة كبيره شديد. اذا دي كانت كارثه وغلطه كبيره شديد. الحكومه بتاعت الارهاب دي وقفت ودعمت ضد دول الكويت، يبقى الكلام اللي قاله طارق كتاب وحقده ده ما معزول من المنظومه المجرمه دي كلها اللي بتفكر بشكل عام ضد الكويت وضد دول الخليج اللي عندها حقد تجاه دول الخليج دي. قال انه اذا صدام حسين دخلها في 6 ساعات الباسيج والحرس الثوري حيدخلها في 6 دقائق، وعمل كده. ده تحليل، يجي يقول لنا ده تحليل وينكر ويطلع الجبان ينكر في فيديو ويقول خالد سيليكو وبوشي حرضوا خالد سيليكو وبوشي قاعدين يخلوك تتكلم. مالنا ومالك؟ انت بتعبر عن خطاب الحركه الاسلاميه ويطلع وينكر؟ انت مجرم، انت مكانك الطبيعي الدروه وكل ضباط الحركه الاسلاميه مكانهم الطبيعي الدروه كويس. انتوا كلكم مكانكم الاعدام، انتوا مجرمين مختطفين الجيش السوداني ومختطفين السودان كله، عبروا بتدوروا في حرب، دورتوا حرب قاعده تحرق في السودان وتقتل ابناء السودانيين وبتصدروا خطاب الارهاب ده لكل العالم، بتتمنوا انه كل دول العالم دي ودول الخليج ودول المنطقه العربيه تحترق زي ما قاعدين تحرقوا السودان، لانه ده الخطاب اللي بيعبر عنكم، يا ده سياستكم، يا دي استراتيجيتكم.
الفيديو ده يا جماعه امانه في رقبه اي ثائر سوداني عشان الكذب ده ما ينطلع عليكم. امانه في رقبتك تعمل له شيرنج في اي حته، يصل اي الليله، باقي الليل ده يصل كل الخليج ويصل كل الوطن العربي ويصل كل السودانيين الليله كويس، ويصل ترامب كمان عادل. الفيديو ده الليله يصل بابا ترامب الليله شفتها عشان تموتوا كي كمان. قولوا يا زول مش قاعد تقول علينا عمل عشان تقولوها عديل بالفم المليان. يا مجرمين يا قتله. احنا يجب الشعب السوداني ده كويس حيتخلص منكم قريب. يجب انه الشعب السوداني ده بكامله يعرف مدى اجرامكم ومدى نفاقكم. لازم تتفضحوا اكثر ما انتم مفضوحين، لازم العالم كله يفضحكم اكثر، ولازم تتحاصروا. لازم نحاصر المجرمين ديل يا اخواننا. ما لم يتبقى لنا الا صبر ساعه زي ما قالوا. لازم نصبر ونصمد قدام المجرمين ديل الى ان يقتلعوا من ارض السودان اقتلاعا، كما قال محمود محمد طه الشهيد محمود محمد طه ربنا يرحمه. اللي اغتالوه هم ذاتهم بتآمرهم عليه طلعوه كافر، مع انه ما في زول عدو للدين الاسلامي اكثر من هذا التنظيم المجرم. كويس. اخيرا ثاني بكرر، الشير امانه في رقبتكم. اللي بيعمل في الحساب الحقيقي، المحاسبه ما بانكم تقيلوا بس زول قال كلام زي ده وورط السودان في كلام خطير زي ده. المحاسبه الحقيقيه انه يمشي هو وكل ضباط الحركه الاسلاميه، ما هو بس الى الدروه، وانه تتحاسب الحركه الاسلاميه كلها على ده، وانه يحصل فض اشتباك، فض ارتباط ما بين الحركه الاسلاميه والجيش السوداني. اطلع يا البرهان اعترف انه الحركه الاسلاميه دي مسيطره على الجيش، واطلع اعترف قول انا كنت ميكافيلي وعضو في المؤتمر الوطني وكنت رئيس المؤتمر الوطني، لكن انا داير ابقى ضابط. اقدم استقالتك انت ذاتك وخلي ضباط وطنيين يقودوا الجيش ده ويخلصوا الجيش ده من الحركه الاسلاميه. اطلعوا يا قياده الجيش قولوا الكلام ده بشكل شجاع وابقوا امينين، لانه الحاجه دي حقيقه لو انتم ما قلتوها نحن سنظل عارفينها. الشير على اوسع نطاق، الشير على اوسع نطاق عشان العالم يعرف، الى قيادات كل العالم اعرفوا الحقيقه دي، ما تتغشوا. الجيش السوداني ده مسيطر عليه الحركه الاسلاميه. الى اهلنا في السعوديه، اياديكم البيضاء على هذا الجيش وعلى هذه الحكومه كويس، لم يقدروا. هذه الناس بيعضوا اليد اللي بتتمد لهم. اعرفوا الكلام ده كويس. ما في اي فايده من انكم تدعموا نظام مجرم زي ده، ما في فايده، ما في اي فايده حتحققوها يا دول الخليج من انكم يا النظام القطري وكل الانظمه دي. اتذكروا انه ما في فايده من انكم تدعموا مجرمين زي ديل. الفايده انكم تصطفوا الى صف الشعب السوداني. الشعب السوداني قال كلمته في 2019 وتخلص من المجرمين ديل. الشعب السوداني حقيقه بكن لكم كل الود وكل الاحترام والتقدير. لكن اتذكروا انه النظام المجرم ومن خلفه الحركه الاسلاميه المجرمه دي هي ما بتكن لكم غير الشر، وستظل تفكر في انها تستغلكم بس، زي ما جابت اسامه بن لادن اللي هو كان بيشكل عليكم خطر واكلت قروش وعملت به المصانع وطردته. بتفكر بالطريقه دي، بتفكر بالطريقه بتاعت الاستغلال بس الحركه الاسلاميه. اوعوا واقيفوا مع الشعب السوداني في التخلص من هذه العصابه المجرمه. وخليكم عارفين انه نحن بنكن لكم الود والاحترام. اخيرا دي رساله انا مصر انكم يا جماعه اي زول يعمل لها شير عشان تصل لاي زول في العالم ده. واخيرا بقول لكم سنظل نحفر في الجدار، اما فتحنا ثله للضوء او متنا على سطح الجدار. والسلام عليكم.